السلام عليكم. لو انت حظك اسوأ من هاري كين واتولدت في مصر ام الدنيا، فانت المشاكل اللي بتواجهك كشاب مصري خمس اضعاف صعوبة المشاكل اللي بتواجه اي شاب في اوروبا مثلا. ودايما انك بتبقى في مشاكل ضغط الاهل عليك، او انك مش عارف تحقق حلمك مثلا، او عدم قدرتك على تحقيق ذاتك، او ان انت مش عارف تخلي اهلك فخورين بيك. حاجات كتيره فشخ يعني. لو قعدت اتكلم في المشاكل اقعد سنتين في الفيديو. وهنا كلامي لو انت شاب مش حرمه، لانك لو انت حرمه وفشلت في تحقيق حلمك هتروح تتجوز لاي واحد بقى مكوته. اصل اللي بيتجوز دلوقتي يا اما ديلر يا اما واحد بقى مكوته. فانت كشاب لو انت مش من ولاد الكريزه، ولاد الكريزه دول اللي هم صفوه المجتمع، هتتخرج من كليه وهنا قدامك حلين. لو انت اتخرجت من كليه اللي هي كليه شعبيه اللي هي تلتين الكوكب بيبقى فيها اصلا، احتمال ان انت تشتغل بالكليه دي 10 15%. ولو انت ظهرك عالي ودخلت كليه من اللي هي الحاجات التوب والحاجات الجميله اللي هم بيقولوا عليها توب دي، انا ما اعرفش توب ليه، فنسبة إن أنت تشتغل بالكلية دي بتزيد مثلًا 5 10% كمان. فلو أنت دخلت كلية قمة بالكاف، لأن ما فيش قمة في التعليم، القمة إن يبقى معاك فلوس. فهنا بنوصل لنصية جميلة أوي، إن أنت بيبقى في دماغك أغنية شغالة، أغنية للفنان مروان بابلو بتقول لك عايز فين؟ فأنت لو أنت خريج كلية عادية هتاخد فيها، ولو أنت خريج كلية قمة زي ما قلت لك هتاخد فيها برضه، ما أنت كده هتاخد فيها يا معلم. وهنا بقى عدم الرضا عن حالك وعدم الرضا عن المجتمع اللي حواليك يتريجي، فبتروح تشتغل اي شغلانه، سواء كاشير، سواء في مطعم، سواء اي شغلانه مش جايبه همها. بتبقى شغال عبد عند صاحب الشغل. عبد ايه ده؟ انت العبد بيبقى احسن منك. وصاحب هيقعد يشتري ويبيع فيك مثلا عشان 4 او 5000 جنيه. ده انا وانت اساسا مرتبك وصل 5000 جنيه، فلو وصل 5000 جنيه انت كده فاهم كلمه برضه. فانت بتقبض المرتب ده في 10 ساعات مثلا، وكده الراجل بيقعد يتلكك عشان يخصم لك منه، فمرتبك بيصفصف على ما فيش، وبتقضيها مواصلات وكروت شحن عشان تكلم البنت اللي ما بتحبكش. انت يا مان هتاخد فيها، يعني هتاخد فيها زي ما قلت لك. هي حلقه بعنوان عايز فين، فاهم، برعايه الفنان مروان بابلو. فانت بتقضي حياتك حزين ومش عارف تعمل ايه ولا تزحي ازاي، انت اساسا مش عارف تكفي نفسك، فاهم. واهلك طبعا بيبقى هيقول ده الواد هيعمل ايه، يعني الولد هيعمل ايه. اهلك يقولوا لك يا ابني ما كله كده ياما، ما حدش عاجبه ياما كده ياما، وكله مجبور ياما، والله بس انا تعبت ياما. ده اللي بيبقى في دماغك ماشي. فانت بتضطر ان انت تكمل فيها لحد اما ايه بقى، يجيلك جلطه من كتر شرب السجاير عشان تنفخ عن الهم اللي جواك، فبتقضيها سجاير لحد اما بتموت ناقص عمرك، يا اما بتقضيها سب ولعن في صحاب الشغل، في الاخر هتخش النار، فاهم. فانت من اي سكه، انت بص، انت مصر ايه عامله، تحس ان ايه عامله هتجيلي كده هتاخد فيها، هتجيلي كده هتاخد فيها برضه، سواء اما تاخد فيها في الدنيا يا اما تاخد فيها في الاخره، انت كده هتاخد فيها. وانت حالك بيبقى عامل شبه الجدي المخصي، عمال تمقمق ومش عارف تاني الحاجه. اه والله. فانت تحاول تحسن ظروفك وتدور على شغلانه احسن، ما تلاقيش. تدور على سفر، مفيش. تدور على واحده تقبلك بظروفك دي، مفيش برضه، انت عبيط قوي. فانت اي حته بتروحها او اي تفكير بتفكره قبل ما تفتح الباب عشان تفكر، او قبل ما تفتح الباب لمجال انت داخله، بيبقى مكتوب يافطه كده على الباب، اللي هي زي بوش وبول والحاجات دي، بيبقى مكتوب على اليافطه دي عايز فين. زي الفنان مروان بابلو قال لك هتخش باب هتاخد فيها، والباب هيتقفل ومش هتعرف تفتح الباب غير لما تفضل تاخد فيها طول حياتك. انت هتفضل تاخد فيها، ما تنكرش وما تهربش، كده هتاخد فيها. فعد دغري عشان ما اطولش عليك واصدعك، انت قدامك حل من الاتنين، يا اما تمشيها حرام ودي اخرتها هتبقى سودا عليك وهتجاور ابو لهب في جهنم، يا اما حل تاني انك تفضل مع ربك وانك تصلي وتقرا قران وتفضل تدعيه انك يخرجك منها على خير، سواء يخرجك من الدنيا على خير يا اما يخرجك من مصر على خير. فانت لو طلعت من مصر على خير فاحمد ربك وبوس ايدك وش وضهر. فلو ان الاوان انك تقابل ربك ويعني وتموت، فانت يعني مش هتخسر دنيا واخره، انك عايش في الدنيا زفت، ان انت دنيتك دلوقتي اصلا زفت. انت مش عارف تعمل حاجه، انت مش قادر يعني مثلا تجيب حاجه لنفسك، مش قادر تعيش كويس، نفسيتك زي الهباب. فانت عايز دنيا سودا. فلو قال الاوان انك تقابل ربك يعني ودي تبقى نهايتك خلاص، فانت كده مش هتخسر دنيا واخره. ان انت لو فضلت عايش في الدنيا السودا دي انت هتخسر الاخره. هتفضل تسب وتلعن في صاحب الشغل، او تفضل تسب وتلعن يا نفسك. وانت فاهم يعني الحوارات دي كلها، انا مش لازم اقول لك السيناريو اللي بيحصل بينك وبين نفسك بالليل في الاوضه بعد ما ترجع من شيفت 12 ساعه وانت واخد فيها، يعني انت فاهم. لان انت لا تبقى عشت لا دنيا ولا هتعيش الاخره. بالدنيا انت واخد فيها، في الاخره زي ما قلت لك هتروح تجاور ابو لهب بسبب الذنوب والحاجات اللي انت بتعملها. فالحل انك تخليك مع ربك وتدعيها يخرجك منها على خير، ماشي، يا اما انت تخرج من النصر على خير. دي حاجه من الاثنين. فانت صلي على النبي كده وقوم صلي لك ركعتين، وكان معاك سيدة الحكيم ان شاء الله يبقى في فيديو جاي، فانت ظبط الكلام كده بس، والسلام عليكم لبساني.